واحده مكتوب كتابها، وبعد ما اتكتب كتابها شايفه ان هي مش عايزه تكمل مع جوزها اللي هو لسه يا دوب مكتوب كتابهم ولسه ما دخلش بيها، وهي عايزه تنهي العلاقه والزوج مش عايز. طيب احنا دلوقتي قدام اشكاليه، اللي هي عايزين ننهي العلاقه الزوجيه بدون اي مشاكل. خلينا متفقين ان لو الزوج في الحاله دي رمى يمين الطلاق على زوجته فهتستحق نصف ما فرضوا لها، ده وفقا للقرآن. يعني هتاخد نص كل حاجة مكتوبة لها، كل حاجة هتاخد نصها، مهر، مؤخر، قايمة، أي حاجة هتاخد نصها. تمام؟ دي رقم واحد. إلا لو الزوج أو أب الزوجة عفى عن الزوج ده وقال له خلاص احنا مش عايزين منك حاجة، وبالتالي اتكل على الله. طيب هنا الزوج مش عايز يطلق، ففي الحالة دي مفيش غير حاجة واحدة بس، ان الزوجة دي ترفع دعوى خلع، وفي الحالة دي طبعا هي مش هتاخد حاجة، هتتنازل عن كل حاجة، ان هو اصلا ما دخلش بيها. فولو لايك واستنى.